كيبي. وهنا على عبد الزهرة يبدأ هجوم خطيرة اللعب. جول 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 التعادل. هدف التعادل عن طريق الزهرة على عبد الزهرة، يرد على ماجنو ألفيس ويرد على أيضا لاعبي نادي أم صلال، ويسجل الهدف التاسع له شخصيا. هم الهدافين هذه عوايدهم طبعا، لكن على عبد الزهرة 8 أهداف ويسجل الهدف الأول والتعادل لمصلحة فريق نادي الإخريطيات بعد مرور لاحظ من أكثر من لاعب. والهدف طبعا في مرمى بابا مالك، يسجل في مرمى بابا مالك. العديد من المواهب توقف ل4 مواسم عن كرة القدم ويعود الآن مع أم صلال. كرة ملعوبة هنا داخل منطقة الجزاء، محاولة رأسية والهدف الثاني يأتي وعن طريق من المبدع المتعهد والمتعاقد مع الشباك علاء الزهرة، بل المتواجد دوما دائما داخل المرمى ببصماته. لاحظ الارتقاء أعلى من الجميع علاء الزهرة، وضحى بامتياز مباشرة في المرمى ليعلن عن الهدف الثاني في الكرات الرأسية مع علاء الزهرة. ممنوع المضايقة لهذا اللاعب، فقط هو ملك الكرات الرأسية في وجود أكثر من مدافع، ولكن يعلو على الكل علاء الزهرة. التمركز بامتياز، الحس التهديفي حاضر. لاحظ وأن كان مغمض علاء الزهرة في الكرة الماضية، ولكن يضعها بحرفية رغم أن الرؤية محجوبة